السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. في البداية بس هنعرف الناس حضرتك مين، وبعد كده هنبتدي على طول. أول حاجة باشمهندس تمام. هيثم حكيم، لو انتم مش عارفينه، هو عنده تشانل على اليوتيوب. والتشانل فيها حاجات كتير، بتتكلم عن حاجات مختلفة كتير. وانا من الباك فان جدا جدا للمحتوى او كونتنت بتاعه. طبعا هنسيب في اللينك بتاع التشانل بتاعته في الديسكريبشن عشان تروحوا تتابعوه ان شاء الله. دي أول حاجة. تاني حاجة باشمهندس هيثم شغال في شركة مايكروسوفت. وهو مصري، فاحنا اتسألنا أسئلة كتير، يعني هنسألها له دلوقتي لما حطيت لكم ايه الأسئلة اللي ممكن تسألوها، سواء على الانستجرام أو هنا. سعيد يا باشمهندس. تمام مساعد، يلا بينا. يلا بينا. ماشي. توكلنا على الله. آه، احنا هنسأل أسئلة كتير، من ضمنها مثلا ان ازاي نتقبل في الانترفيو، او ازاي ناخد تدريب، او الحاجات دي كلها. وهنسأل أسئلة تانية، زي هل مثلا هي كانت حلم ليك، او كانت هدف ليك في الأول او كده، ولا لا. يعني أسئلة اللي هي في الفكر حبة، وأسئلة عن البي اس، وأسئلة عن الانترفيو والكلام ده. تحب نبتدي بأنه اي انك حاجه، ازاي انا اصلا انا ابتديت وكده، ولا ايه؟ ممكن نبتدي دي. تمام. ماشي. ازاي مثلا ان انت ابتديت؟ هل كان ليك رود ماب؟ وهل مايكروسوفت كانت اصلا هدف اوريدي ليك، ولا الموضوع جه كده؟ تمام، هل انت قصدك يعني هدف الوصول للشركه بتاعت مايكروسوفت، ولا اه. ده السؤال؟ يعني ان انا هل ده كان في رود ماب للوصول؟ اه. أم هو ما كانش هدف في الاول. يعني انا عشان اكون صريح برضو، في ناس واضح انها من وهي عندها 16 سنه ده حلمهم. انا يعني طبعا كنت اسمع عن جوجل واسمع عن مايكروسوفت وكده، و يعني جوجل اكتر الصراحه. وكنت يعني عندي حلم ان انا اشتغل عند جوجل. آه interesting enough، يعني انا عندي انترفيو معاهم قريب، فده ممكن يحصل. بس انا افتكر يعني كانت جوجل اكتر، ومايكروسوفت كانت يعني اللي هو زي ما تقولي رقم اتنين على الليسته. وبس ما كنتش يعني آه، حاطط الموضوع قوي في دماغي. انا ما كنتش عارف ان انا هكون حتى هدرس كمبيوتر ساينس. انا اللي حصل ان زي تقولي خطوه ادت للتانيه. وانا في تانيه ثانوي، قبليها حتى وانا في ثالثه اعدادي بدات ان انا اقدم على منح دراسيه، وبعدين جات لي منحه بعد مثلا سنتين من التقديم ان انا ادرس في جنوب افريقيا. فرحت جنوب افريقيا، وهناك بعد ما درست سنتين بدات ان انا اقدم اسم منحه African Leadership Academy. بعديها آه، كانت الخطوة اللي جاية إن أنا يعني أروح الجامعة. ده الخطوة اللي معظم الناس بتعملها، يا إلا بتاخد جاب يير لو ما جاتلكش يعني قبول في الجامعات. فبدأت إن أنا أقدم على الجامعات، وجات لي منحة إن أنا أدرس في أمريكا. ففعلا بدأت الدراسة، ولكن كنت بدرس في البداية electrical engineering. electrical و computer engineering، يعني كانت أكتر hardware. و كان الهدف بتاعي كان بس ان انا عايز ان انا اكون مخترع. انا عايز ان انا اعرف اخترع الحاجات بتاعتي. انا عايز ان انا اقدر ان انا ابدا الشركه بتاعتي. وبعدين مع الكلام مع الناس وكده، ناس يعني مشيت في الطريق بتاع الالكتريكال اند كمبيوتر انجينيرنج ده، قالوا لي ان هو انت لو عايز تبدا حاجه، شركه بالذات، احسن لك ان انت تبدا من السوفت وير، لان الهاردوير بيحتاج كاش فلو كبير، وانت هتكون لسه لو عايز تبدا حاجه وتعملها بوت سترابنج من الاول، يعني محتاج احسن لك تمشي في الراوت بتاع السوفت وير انجينير. ففعلا ده اللي حصل، ان انا حولت الميجر بتاعتي، بدات ان انا ادرس كمبيوتر ساينس في تاني سنه بعد ما خلصت اول سنتين في الجامعه. وبعديها انا لسه كنت بقدم بقى على الشركات الكبيره، كانت جوجل بالذات بقدم عليها كل سنه. وبعدين وانا في اخر سنه في الجامعه ليا، قلت هو انا محتاج يا الا اروح مايكروسوفت يا جوجل. انا مش عايز غير الشركتين دول. انا هنشن عليهم، لان بالذات الشركتين دول بتعمل سبونسرشيب. آه الناس اللي هنا ماشيه في السيستم بتاع امريكا يعني هتبقى عارفه صعوبه انك انت تجي لك شغل بعد ما انت خلصت الدراسه. بيديك يعني فرصه انك انت تقدم على الاقامه.
فإجراءات الهجرة والحاجات دي كانت لازم ان انت تكون يعني في شركات معينه. فكانت جوجل ومايكروسوفت هم الشركتين اللي انا يعني في شركات تانية بس انا ما كنتش حابب ان انا اكون شغال فيها زي فيسبوك مثلا وكده. اثيكلي يعني بحس ان هم بيعملوا حاجات مش كويسه. فبدات ان انا احط الرود ماب بقى ساعتها، والرود ماب بدات انها، انا مش عايز ان انا اطول يعني في الاجابه قوي، ولكن الرود ماب كانت ممكن اتكلم فيها بشكل اكبر او تفصيلا اكتر في سؤال تاني. ولكن هي آه، كان في كتاب معين كده بدات ان انا اذاكر منه، واسمه Cracking the Coding Interview، وكان في موقع اسمه ليد كود كنت بستخدمه. بدات ان انا اتمرن على الانترفيو و بس قدمت عليهم وجات لي انترفيو وهكذا. بعدين دخلت في الستيجز اللي بعديها، انترفيو ورا الثانيه ورا الثالثه، وعملت الانترفيو بتاعتي هناك اون سايت اخر انترفيو. وبعدين يا آم، جالي الاوفر الحمد لله. هل رديت على السؤال ولا الحمد لله، اختصرت رديت ولا على ايه؟ سؤال. هو فعلا سؤال الرود ماب ده هنسأله يعني لما بس تاب تانية يعني. دلوقتي ممكن نسأل، هل هي الوظيفة بتاخد من وقتك جزء وتسيب لك الجزء التاني تستمتع بيه في حياتك، ولا هي وظيفة من اللي زي ما بيقولوا كده بتشفط الوقت كله؟ في الاول خالص كانت بتشفط الوقت كله. في الاول لو انا اول حاجه بتفرق من التيم للتاني، بس انا بس عايز ادي يعني زي ما تقول ايه، تعقيب كده او ملاحظه. ان كان الوقت اللي انا دخلت فيه الشركه كان وقت كوفيد، وكانت الشركه مقفوله. هم ما كانوش عارفين يعملوا حاجه، فهم يعرفوك يعني بالشركه او كده ويدوك التمرين. ما كانوش عارفين يعملوا الموضوع ده كويس قوي اونلاين، هم متعودين ان هم بيعملوه ان بيرسون. فكان في صعوبه في الدخول للشركه في العموم، وان انت تفهم القصه ايه. فاول يعني انا اول اسبوعين تقريبا ما كانش عندي حتى فكره انا ايه التيم اللي انا هكون فيه. وكان الموضوع بدأ ان هو يكون يعني صعوبة بقى ايه، انك انت قاعد لوحدك خالص ومفيش ناس يعني حواليك، بسبب انا نقلت مدينة جديدة فاكر ان الدنيا هتفتح والشركة هتفتح بس الشركة ما تفتحش. فكان في صعوبات يعني ادت ان الوقت الشغل كان بياخد وقت كتير جدا من حياتي. ولما يعني علشان مثلا انا اعرف ان انا احل المشاكل اللي هم بيدوهاني وكده، ولكن غير كده كمان كان في ضغط نفسي بسبب ان هو مش حاسس ان في سبورت، مش حاسس ان في دعم. الموضوع ده بدأ ان هو يختلف شوية بعد مثلا 6 شهور، يعني نص سنة تقريبا كان الموضوع صعب جدا. بعديها ب6 شهور بدأت ان انا افهم ايه القصة، ايه اللي انا محتاج ان انا اتعلمه، ايه الحاجات اللي انا محتاج ان انا اشوفها. فاخد مني الموضوع 6 شهور ان انا بس ابقى يعني ابدا ان انا اكون مفيد، ابدا ان انا احط حاجه كده ليها معنى. وبعديها تقريبا بسنه وشويه بدا الموضوع ان هو ياخد مني وقت اقل. بدل ما كان مثلا بياخد مني 8 ساعات شغل، بقيت ممكن ان انا اخلص الحاجات اللي انا محتاج ان انا اخلصها في وقت اقل من 8 ساعات في اليوم. وممكن ان انا اخد الوقت ده ان انا اعمل بيه حاجات تانية في حياتي. بس يعني هو الموضوع مش سهل، وعلى حسب التيم اللي انت فيه. في تيمز عندها ورك لايف بالانس كويس وتقدر ان انت تعيش حياتك وانت بتشتغل، وفي تيمز هتكون الشغل فيها يعني لازم تكون في مركز يعني كل ايام تقريبا، حتى الويكندز ساعات. آم، المانجر بتاعي كان بيشتغل على الويكندز. يعني نقدر نقول اللي هي من الشغل الصعب، وما كانتش بتسيب لك في الأول وقت ان انت تعمل فيه اللي انت عايزه، او اللي بيفرحك او يعني. ده في البداية. صحيح. لكن بعد كده لا. وفي البداية كان آه، ممكن مثلا تشتغل 8 ساعات. صحيح لكن ممكن دلوقتي اكتر. انا ممكن كنت الوقت ياخد كام يعني مثلا؟ انا كنت في البدايه كنت بشتغل مثلا احيانا كنت بشتغل 8 ساعات، احيانا كنت بشتغل في الويكندز طول يعني مثلا في مشاريع انا كنت بشتغل فيها طول اليوم لحد الساعه 12 بالليل.
يعني انا فاكر اول مشروع كبير ادهوني. آه زي ما تقول بدات ان انا ما كنتش عارف اعمل ايه فتره طويله قوي. بس بفكر كده وبلمس في المسائل وبحاول ان انا احلها من بعيد لبعيد، بس مش عارف ان انا احلها يعني لفتره طويله لحد ما انا فاكر كويس قوي. خلاص الديدلاين جاي وفي 3 ايام. قعدت ال3 ايام دول كلهم زي ما الواحد مثلا بيحاول ان هو يذاكر الامتحان وخلاص بقى الامتحان جاي. ال3 ايام دول انا تقريبا ما نمتهمش، لان انا كنت قاعد بشتغل على البروجكت ده طول ال3 ايام دول. وكان طبعا صعب انك انت تقعد تبرمج يعني الساعات دي كلها. بتحس انك انت يعني زي ما تقول الافكتفنس بتاعه الكود بتاعك بيقل مع الوقت اكتر، لانك انت مش بتحس انك ايوه عارف فاهم. تركز. بس اللي انا كنت عايز اقوله بس ان هو في الاخر خالص دلوقتي آه، فكره ان انا يكون معايا وقت حتى. انا يعني انا دلوقتي في الشركه بس لانهم بيخلصوا الورق بتاعي، وانا عايز ان انا ابدا حاجه تانية. القناه بتاعت اليوتيوب دي عايز اركز فيها مثلا فول تايم. فهو آه، كان وقت موجود، بس انا مش مستمتع قوي بيه يعني. if that makes any sense. في تمام ناس فهمت. غرضها انها تبقى في شركه كبيره وانها تشتغل وكده، بس ده ما كانش الهدف من ليه انا دخلت معاهم اصلا من الاول. تمام جميل. طيب عايزين بقى نسأل أسئلة عن مثلا هل ال PS مهم ولا لأ، ال problem solving. وهل هو مهم لوحده ولا لازم جنبه مثلا تكون دارس تراك أو حاجة معينة؟ آه البروبلم سولفينج طبعا مهم. البروبلم سولفينج يعني انت لو سوفت وير، انت اي انجينير، اي مهندس شغلته ان هو يحل مشاكل. اي حد يعني الفكره انك لو انت عايز تكون كمبيوتر ساينس يعني سوفت وير ديفلوبر، شغلك معظمه انك انت بتحل مشاكل. في مشاكل بتحصل بس انت او انت بتكتشفوا طرق اللي هي بتجيلكوا نوعا ما بشكل طبيعي في حل المشاكل دي. في كذا طريقة آه، الواحد ممكن ان هو يستخدمها كذا استراتيجي ان هو يكون اشطر او كويس في البروبلم سولفينج. مش كل الناس بتحل البروبلمز نفس الطريقة. في ناس بتشتغل على البروبلم سولفينج سكيلز بتاعتها بشكل اللي هو زي ما تقول trial and error. بتروح تدخل في المسألة تحاول إنها تحل فيها شوية، ما اشتغلتش تروح تجرب حاجة تانية وهكذا. في ناس بتحل المسألة كلها أو بتحل المشكلة الأول على ورقة وتعمل أناليسز وتاخد وقتها الأول بعدين تحلها مرة واحدة. ففي كذا طريقة. الفكرة أنا عندي إيمان إن كلنا عندنا القدرة إن إحنا نبقى عندنا problem solving skill أحسن، لأن هي مهارة. في ناس طبعا بتجيلها الموضوع بشكل يعني طبيعي أكتر، وفي ناس بتكتسب الموضوع. الفكرة ان انت ممكن حتى توسع يعني او توسعي فهمك عن البروبلم سولفينج من ان هو بس حاجة انا بستخدمها في البروجرامينج او حاجة بستخدمها في البرمجة بس، لحاجة انا بستخدمها في كل مجالات حياتي. بمعنى ايه؟ بتواجهك مشكلة في حياتك اليومية، حاجة مثلا انت يعني مثلا عندك مشكلة في انك انت مش عارف تنظم وقتك، او عندك مشكلة مش ان انت مش عارف تنظم وقتك. دي مشكلة، ازاي هتحلها؟ انك انت تستخدم كذا وسيله في ان انت تحاول تلاقي لها حل. ده form of problem solving. في ناس بتعرف انها تحل مشاكل لما بتجيلها على طول. في ناس بتعرف تحل مشاكل لو هي عندها وقت. ف بس الفكره ان هو تعرف ايه او تعرفي ايه الحاجه اللي انت قويه فيها او الحاجه اللي انت قوي فيها لما بتيجي في حته ان انت تحل مشاكل، وان انت تقويها اكتر وتحاول ان انت تشتغل على الحاجات اللي انت اضعف فيها شويه. أم، ايه تاني؟ فكره بقى تراك. لو انت عايز تشتغل او انت عايز تشتغلي في programming in general، محتاج تختار تراك. آه والشغل بيجبرك ان انت تختار تراك، لان ما حدش يعني حتى لو الشغل بيديك مساحه ان انت تكون كل حاجه. مثلا لو انت في ستارت اب وممكن تشتغل شويه باك اند وفرونت اند، بعد شويه بتحتاج ان انت تمسك تخصص. فانا في وجهه نظري reverse engineer it.
بمعنى ايه؟ شوف او شوفي الحاجه اللي انت بتحبي ان انت تبنيها، او الحاجه اللي انت بتحب تبنيها، وبعدين فكر. لو انا عايز ابني مثلا موبايل ابلكيشنز، انا عايز ان انا ابني حاجات في التليفون، أو انا عايز ابني ويب سايتس، ايه التراك اللي انا ممكن استخدمه علشان يوصلني ان انا اقدر ابني الحاجه اللي انا عايز ان انا ابنيها. وده التراك اللي انت ممكن تبدا بيه او ممكن تبداي بيه. ده في وجهه نظري يعني. طيب، يعني انا دلوقتي عشان اقدم في شركة مايكروسوفت انا محتاجة ان انا اكون كويسة في البي اس. هل محتاجة ان انا يكون مستواي جامد قوي، ولا مستوى يعني ليفل ايه مثلا؟ وايه كمان الحاجات اللي تقدر تساعدني بشكل عملي كمواقع مثلا او كده؟ يعني انت قلت ان ليد كود ده كنت بتستعمله، فده ماشي، ده حاجة معانا. هل في حاجات تانية ولا لأ؟ يعني حلول عملية اكتر مثلا. حلول عمليه اكتر. Cracking the Coding Interview ده كتاب حلو كويس قوي في انك انت تعرف بالظبط يعني البروبلم سولفنج اللي هم بيدوروا عليه الشركات الكبيره. انترفيو وان انت تحل مسائل على الكود. البروبلم اللي هم بيدوروا عليه ان انت بتعرف تحل مشاكل بين النوع اللي هم بيدوها لك في الكتاب ده مثلا او على ليد كود. ده اللي هم عايزين يشوفوا انك انت عندك قدره انك انت تستوعب وتكم اب with an algorithm، ان انت تفكر بشكل يعني الستep دي انا هحلها بان انا، او المشكله دي هحلها ستيب باي ستيب كده بكذا كذا كذا كذا. وعايز يشوفوا ان انت بس تقدر ان انت تكم اب with، يعني تجيب اي حل وخلاص. هم عايزين يشوفوا انك انت بتعرف تعمل اوبتمايزيشن بعد ما انت تجيب حل. هل الحل ده احسن حل، ولا انت تقدر كمان تحسن عليه زياده؟ بيحبوا قوي الحته دي. ف كراكنج ذا كودينج انترفيو وليد كود، اعتقد ان هما انا ده اللي انا عملته. وده ده اللي بيشتغل يعني. ده اللي انا على الاقل ده اللي انا اعرفه يعني. هل انت بقى محتاج تكون كويس ولا لا يعني؟ ليد كود فيه ابعاد، في medium questions، في hard questions. آه، في خلال تجربتي في الانترفيو في كذا شركة، أحيانا بيجي لك hard question بس مش كتير. معظم الأسئلة بتكون medium. معظم الأسئلة بتكون medium. في الفانج بتكون معظمها medium. وأحيانا كده once in a while، مرة كده بيديك سؤال hard. فمش لازم تكون يعني مقفل وجايب 100%، بس محتاج إن أنت تكون عندك رينج كويس يعني من ال 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 العلم في الحتة دي، تعرف تحل medium questions كتير. تمام، ده البروبلم سولفنج. طب لو انا رايحة بروبلم سولفنج ميديوم ومعيش تراك عادي؟ اه يعني عادي. هو على حسب لو آم، على حسب لو يعني انت مثلا او انت رايحة في أي سن، لسه مخلص الجامعة او intern، ماشي مفيش مشكلة، مش متوقعين ان يكون عندك تراك. بس عندك انت خلاص مثلا دلوقتي 30 سنة وبقالك مبرمج بقالك شوية، او انت كبير في السن شوية وخلصت الجامعة بقالك كتير، متوقعين انك انت ما تكونش انتري ليفل. متوقعين ان انت يعني، هو على حسب البوزيشن اللي انت بتقدم عليه. هل انت بتقدم على انتري ليفل بوزيشن؟ مش متوقعين ان انت يكون عندك تراك، متوقعين ان انت يكون عندك problem solving بس. لو انت بتقدم على حاجه beyond entry level، اللي هو software engineer 2 ولا software، يبقى متوقعين ان انت يكون عندك تراك. تمام، يعني ده معتمد انت لسه مثلا خريج او لا انت اكبر شوية او كده. ده معتمد على كده، وانت اصلا مهم. بتقدم على ايه؟ طيب. مهم. ممكن مثلا احنا كده فهمنا يعني بشكل عام الانترفيو بيعتمد على اللي انت اصلا مقدمه، وانت مقدم اصلا على انترفيو كشغل او انترن في الشركة، ومتطلباته ان مهم. انت تكون ميديوم كده في البي اس. مهم. مهم. تمام كده. وطبعا يعني انا برضو قدمت على اللي هو مايكروسوفت امريكا على طول. انا كنت اوريدي هنا فقدمت على هنا. لكن لو انت بتقدم مثلا على مايكروسوفت مصر او مايكروسوفت مصر، ممكن تكون الاجراءات او الدنيا فيها مختلفه شويه، انا مش عارف. ولكن انا اعرف ناس من مايكروسوفت مصر عرفت انها تنقل لمايكروسوفت امريكا. آه، لو دي حاجه اللي انت بتدور عليها او الحاجه اللي انت بتدور عليها، مش دي حاجه انا بنصح بيها، بس انا بقول لو دي الحاجه اللي انت نفسك فيها يعني او نفسك فيها. ده انا عارف ان ده تراك الناس
عملته قبل كده. انا ما اعرفش عنه تفاصيل قوي، بس انا عارف ان الناس عملته قبل كده. تمام. طيب، في اي حاجه زياده ممكن اقولها في موضوع الانترفيو او ان انا اقدم في تدريب اصلا ازاي بقى؟ تدريب اللي هو مش فاهم. اللي هو بيبقى internship يعني. للطلاب او الخارجين او كده. اه انا يعني اول حاجه محتاج ان انت يكون عندك لينكدين، آه او عندك ريزومي كويس. يعني الريزومي بتاعك او بتاعك محتاج ان هو يكون منظم، مكتوب كويس، بتوري فيه الامباكت بتاعك. لو انت جالك اي، لو انت عندكش اي خبره وانت لسه في الجامعه ومش لاقي اي بوزيشن مثلا في اي حد يديك تدريب وكده، استغل الصيف بتاعك او استغلي الصيف بتاعك في انك انت او انت ت- تبداوا تشتغلوا على بروجكت مع نفسكم وتبنوا حاجه مع نفسكم. دي الحاجه اللي انا عملتها وانا يعني وانا في الجامعه في سنه كده ما جاتليش فرصه خالص. استغليت السنه دي في ان انا في الصيف ده ان انا ابني حاجه تكنيكال وتوري القدره بتاعتي، فيكون عندي بورتفوليو. فده يعني لو انت ما معلش، جالكش ده كان تدريب او في ما جالكيش تراك؟ تدريب ابدا اشتغل. كان في سوري. تراك ولا كان بروجكت مثلا؟ زي ايه مثلا؟ هو ما كانش في التراك اللي انا اشتغلت فيه في الاخر خالص. هو كان البروجكت كان ليه علاقه بالهاردوير اكتر ما هو كان سوفت وير. وكان السوفت وير اللي فيه كان يعني انا كنت بحاول ان انا ابني زي ما تقول آلة موسيقية جديدة، وكان معايا اتنين تانيين ثلاثة تانيين بيشتغلوا معايا في الموضوع على فكرة. فكان كلنا قاعدين بنشتغل مع بعضينا، وكان التجربة يعني فيها انا كنت ببرمج فيها كتير، او بشتغل على حتة البرمجة اللي فيها. لكن ما كانتش تراك مثلا اللي انا اشتغلت فيه. ما كنتش مثلا بستخدم جافا سكريبت، ما كنتش بستخدم تايب سكريبت. كنت بستخدم حاجات لو ليفل اكتر. يعني الناس اللي عارفة سي مثلا، حتى ما كانش سي بلس بلس. فكانت حاجات يعني مثلا programming Arduinos كده يعني. تمام، جميل. طيب، احنا كده اتكلمنا عن الانترفيو، ان سواء تدريب او ان انت رايح تشتغل لازم تكون ميديم في البي اس، ومش شرط التراك. ولو انت رايح تقدم على تدريب فلازم يكون عندك لينكد ان، وان انت تكون عامل سي في كويس. ولو ما فيش اي فرصة اتيحت ليك ان انت تاخد تدريب بره، انت ممكن تشتغل في بروجكت مع نفسك. تمام لحد كده؟ تمام لحد كده. اللي انا عايز ان انا اضيفه برضو ان يعني ما فيش حاجة اسمها لازم. بمعنى ايه؟ جرب او جربي، ايوه. يعني هتخسر ايه؟ يعني لو انت مثلا البروبلم سولفنج بتاعك مش كويس، اوكي، قدم وخلاص. جالك الانترفيو، اتعرف على بيسألوا ايه، يعني قدم وخلاص. وشوف مستواك بانك انت تدخل في الانترفيوز. بس دي طريقة تانية. دي حاجة اللي انا عملتها اصلا. يعني انا كنت بدخل انترفيوز كده وخلاص علشان اتحسن في الانترفيوهات. فدي طريقة تانية، انك انت مش شرط انك انت تكون احسن حاجة قبل ما تبدأ ان انت تقدم. بس جميل. تمام. طب، عايزين نعرف كمان التقدير، هل حاجة مهمة التقدير بتاع جي بي اي بتاع الكلية يعني، ولا مش مهم؟ آم، يعني هو لو انت على حسب، لو انت مبرمج شاطر جدا او مبرمجة شاطرة جدا، هم مش هيفرقوا معاهم. لو انت عندك بورتفوليو قوي بيبصوا على جي بي اي طبعا، بس مش ده هيكون الديفايننج فاكتور. يعني لو هم عملوا لك انترفيو وشافوا ان انت كويس، مش هيفرق معاهم انت الجي بي اي بتاعك ما يبقاش مثلا 2 بوينت حاجة. يعني اعتقد above 3 point، مثلا 3.2 او 3 above 3 حتى 3.0. مش هيفرق قوي معاهم. انا مثلا الجي بي بتاعي كان 3.3 او 3.4، ما كنتش مثلا 3.8 ولا 3.9. آم، طبعا ده لان انا كنت باخد كورسات بحس انها صعبه، وكنت باخد كورسات يعني في سيستم مختلف عن يعني اعتقد لو انا كنت في جامعه تانية غير الجامعه اللي انا كنت فيها كنت ممكن جبت 3.9 بسهوله او 4 حتى. بس انا ما كنت بركز في حاجات تانية. كنت بحاول ان انا اشتغل على يعني اليوتيوب شانل، حاجات كده ملهاش دعوة بالدراسة قوي،
ده كان بياخد شويه من الجي بي بتاعي، بس ما اثرش قوي يعني. تمام. آخر سؤال بقى، لو احنا دلوقتي عايزين ندي نصيحة لطلاب أولى وتانية وتالتة ورابعة، يعني مثلا أولى نركزوا مثلا على الأساسيات أكتر، سنة تالتة ادخلوا في تكنولوجي أو يعني، فممكن تبقى إيه النصيحة لل4 سنين؟ طيب انا بس عايز ان انا اقول حاجه قبل ما انصح اي حد. اول حاجه، علشان انا كنت صريح في الاول، انا ما درستش كل السنين حاسبات ومعلومات، انا حاولت في الوسط، ده حاجه بس خدوها في الحسبان. أم، انا الفكره بس ان هو لو انت عايز تبدا انك انت تكون، في وجهه نظري انت محتاج ان انت تعرف انت فين، او انت تعرفي انت فين في القصه. بمعنى ايه؟ ما عندكش اساسيات خالص. اول حاجه محتاج تشتغل عليها الاساسيات. يعني ايه variables؟ يعني ايه object؟ يعني ايه الكونسبتس يعني ابسط الاشياء اللي انت ممكن تتعلمها الاول، الاساسيات دي. ممكن في كورس كويس بريكومند دايما للناس، اسمه سي اس 50، ببلاش، هارفارد. والمدرس اللي فيه الاولانيه دي زي الفل. بعد الاساسيات بتبدا ان انت يعني بعد ما انت تحس انك خلاص انا عارف الاساسيات، لغه معينه مثلا، لغه انت عايز تختارها، آه، بتبدا ان انت تدايف a little bit deeper بقى. ممكن يعني انت دي سنه اولى، ممكن حتى، انا مش عايز اقول حتى السنين، يعني سنه اولى، سنه ثانيه، سنه ثالثه. انا الطريقه اللي انا بفكر فيها هو بعد ما انت البيسكس تكون عندك، تبدا تشتغل في حته الالجوريثمز والداتا ستراكشرز. يعني ايه داتا ستراكشرز؟ يعني ايه linked list؟ يعني ايه a graph؟ يعني ايه a tree؟ تبدا ان انت تتعلم الكونسبتس دي والالجوريثمز اللي هي مشهوره، sorting algorithms. ال sorting ده مهم. في يعني في حاجات كده، ممكن انا مش عارف بيدرسوكوا نفس الاشياء ولا لا، ولكن كان في فتره كده كان عندنا اللي هو دايجسترا، بتاع المابس، انك انت تقدر تروح من نقطه الف لنقطه ب مثلا. ففي شويه algorithms كده مشهوره. آم، ايه تاني؟ بعد الالجوريثمز والديتا ستراكشرز تبدا ان انت تشتغل على projects. ده في وجهة نظري. او لو انت يعني projects او lead code، لان lead code هتحتاج معرفة data structures ومعرفة شوية algorithms. فتشتغل على lead code وتشتغل على cracking the coding interview. ده لو انت خلاص بقى نفسك ان انت تشتغل في شركة، فاهم دلوقتي، او شركة يعني ك developer. كل ده انا بتكلم فيه من وجهة نظر يعني، انا ما اعرفش السيستم بالظبط شكله عامل ازاي في مصر، ولكن انا بتكلم عن اللي انا اعرفه. وال الحل التاني، لو انت خلاص مش عايز تشتغل دلوقتي يعني في شركة، عايز ان انت تحسن المهارة بتاعتك اكتر، انك انت تشتغل على projects مع نفسك. بس مع نفسك. تمام، يعني مش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها أنا في سنة أولى في سنة تانية، لأ، في حاجة اسمها أنا عندي علم قد إيه، فأنا بحدد المستوى بتاعي وبشوف هقدر أكمل عليه إزاي. خلاص بالظبط، تمام. لان في ناس عندها 16 سنة وبتعرف تبرمج احسن مننا، يعني من ناس مم. بتبرمج في مايكروسوفت. جميل. يعني في ناس، يعني انا مش ببص على السن او انت في الجامعه في سنه كام خالص عشان انا اسس المهاره بتاعتك. ده يعني سيستم نوعا ما مش بيكون دقيق. انت محتاج تعرف انت تقدر تعمل ايه، تعرفي تقدري تعملي ايه. آم، وبتعرف ازاي، بتجرب بقى، بتجرب مثلا هو انا اقدر احل ليد كود ايزي كويشنز؟ لا. طيب خلاص، انا محتاج ان انا ابني شويه من النولج بتاعي في معرفتي بالالجوريثمز ومعرفتي بالداتا ستراكشرز. بتبدا ان انت يعني انت مش عارف تاسس، مش عارف تحدد انت، او مش عارفه تحددي انت فين. محتاج ان انت يكون في اختبار. الاختبار ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ اعمل انترفيو مع الشركه، او ابدا حل اسئله من الاسئله دي اللي هي على ليد كود، وهتعرف مستواك شكله عامل ازاي، او مستواك جميل. شكله عامل ازاي. يعني معلش يا باشمهندس، تعبناك معانا في كل لا لا الأسئلة لا لا دي. خالص. حابب تضيف أي حاجة تاني على الأسئلة اللي أنا قلتها، أو شايف إن في حاجة تانية ممكن تضيفها؟ يعني بس اعرف او اعرفي ليه ده الحاجه اللي انت عايز تعملها يعني.
الصور الوردية اللي الناس بترسمها لشكل الحياة. يعني في الآخر خالص أنت لما مبرمج أنت تقعد قدام الكمبيوتر ساعات كتير جدا من حياتك. مش شرط إنها تكون أكتر حاجة يعني مش شغلانة اجتماعية قوي في معظم الأحيان في معظم السيتنجز. فأعرف بالظبط أو أعرفي بالظبط هل دي حاجة أنت جاية من قلبك ولا جاية من حتة تانية علشان الناس هتقول عليك كذا، او جاي علشان يعني في نقطة البرستيج دي، او اهلي هيقولوا عليا انا مدرس، سوري، مهندس او دكتور. في نوع من جاية من مصادر خارجية، مش جاية منك او مش جاية منك. اعرف ان انت تحدد هل الرغبة جاية من قلبك ولا جاية من حتة تانية. جميل. طيب في أي حاجة تانية حابب تضيفها؟ لا اعتقد ده كده بس كل حاجة. دي كل حاجة. تمام. عايشة يا باشمهندس، تعبناك جدا جدا، على ايه وشكرا بس؟ على كل وقتك ده. لا والله يعني شكرا على وقتكم انتوا، واتمنى ان انا اكون قلت حاجه كانت مفيده. آم، لو اقدر ان انا يعني اساعد باي طريقه تانية، ممكن الناس تبعت لي دايركتلي على القناه بتاعتي وكمان في يا جروب على التليجرام بتاع العيلة، بالظبط ممكن بالظبط الجروب بتاع بالظبط التليجرام تروحوا موجود عليه. برضو. مم. و يا انا عاده مش بحب ان انا اتكلم في الشغل بالذات، او في الموضوع ده، لان انا بحس ان هو يعني انا عايز افصل حياتي، يعني الشغل حاجه واليوتيوب حاجه بس. لو دي حاجه بتفيد الناس انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اتكلم فيها. جميل، شكرا جدا يا باشمهندس. يعني